مداخلات الأخوة الحضور. هنا الأستاذ يعني تفضل. أنا اسمي المهدي، صحفي من ذوي الإعاقة، من ذوي الاحتياجات الخاصة. للأسف يعني أنا من بداية الجلسة لحد نهايتها ما شفت ولا سؤال خدمي توجه لحضرتك، وأنا حبيت أسألك هذا السؤال. أستاذنا العزيز، إحنا اليوم ندري لا 9 نواب بامتداد يقدرون يغيرون شيء، ولا حتى 25 نائب بالأساس يقدر يغير شيء، بس إحنا نريد تتشرع قوانين وتتوجه قوانين خدمية تلمس الشارع. أنا اليوم ما لي علاقة بخلاف جنابك مع سين أو صاد. أنا اليوم أنت نائب مفروض علي، أنت عندك دورة لازم تكملها، وأنت عندك توجه أنه أنت لازم ما تستقيل. جوز مثلا ما تيجي تخون جمهورك أو ما عندك فرق توجه أو قناعات خاصة، بالنهاية أنت صاحب شهادة وإنسان واعي وتعرف عندك فرق توجه خاص. بالنسبة للبرلمان ما شرع ولا قانون خدمي، وإحنا صعدناكم، هاي الجماهير صعدتكم حتى على الأقل تساهمون بتشريع قوانين خدمية. أنا أسولف وياك، أنا أمثل اليوم قدامك 4 مليون حسب إحصائية وزارة التخطيط. أنا من ذوي الإعاقة، قانون ذوي الإعاقة لليوم ما متشرع، وهو محتاج فقط للتصويت النهائي. شنو دوركم كأساس وكداود العيدان بهذا الشيء؟ لا يوم شفت لك يعني مقطع تتحدث به بهذا الشيء، لا يوم شفت لك مداخلة بالمجلس بهذا الشيء. يعني صراحة أنا جدا صريح ويا جنابك. بلجنة العمل قدمتم مقترحات، عددتوا المادة 17 اللي تخص رواتب ذوي الإعاقة، تحدثتوا بهذا الشيء، قلتوا لهم يابا إنه التشريع المكتوب مو نفس التطبيق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اليوم الشرائح العمال والرعاية الاجتماعية والإعاقة وكلها هذا الحديث يهمهم أكثر من هذا الخلاف اللي سولفتوا به على مدار ساعة كاملة. كلجنة خدمات الذقار شنو قدمت لهم أنت كعضو لجنة خدمات؟ بس مجرد رفعت كتب للنزاهة؟ شنو اللي تابعته وشنو المنجز اللي قدمته لهم؟ وأنا أشكرك. شكرا لك. بخصوص لجنة هم لجنة مع لجنة العمل، لا هاي اللجان داخل المجلس احنا لجان قطاعية، كل لجنة مختصة قطاع اللي خاص به. خصوصا الإخوان ذوي الإعاقة، أنا عندي تواصل كان ويا أبو أحمد شرفة، منزعج مني. بالأخير أكو قوانين الإخوان، اللجنة لها رأي، القانونية لها رأي. احنا هسه لجنة العمل نسولف عليه. أنا كمواطن أريد هذا القانون إلي كمواطن، بس احنا كل لجنة اسمها اللجنة القانونية داخل المجلس. اللجنة القانونية كل القوانين اللي صعدتها من لجاننا القطاعية تروح باللجنة القانونية. طبعا واللجنة القانونية لجنة مختصة على مستوى عالي، فيها مستشارين على مستوى عالي، طبعا مستشارين فاهمين القوانين المحيطة والقوانين الإقليمية والقوانين الدولية. فإذا إذا جزئية القانون تضاربت مع الموجود، تخصيص المالي ما أعرف هواي بها أمور، شو نسوي؟ نقدر يعني احنا ما نشيل القانون كله، نشيل فقرة. لا بس لحظة حتى أكمل لك. يعني نشيل فقرة، نعزز فقرة، مرات نريد نبقى على هذا، نسوي استثناء دي. نشوف لنا حيلة قانونية ونمضي. قانونكم يم لجنة العمل تقول لا أنا عندنا من نواب ذقار في لجنة العمل؟ لا. يعني أتمنى من حضرتك أستاذ يعني أنت تأخذ على عاتقك موضوع ذوي الهمم، وأنت تطرح لجنة العمل باعتباركم 25 نائب. أنا خذيت أبو أحمد والتقيت والجلسة كانت موجودة. أتمنى تتواصل ويا الأستاذ هنا. مثلا أستاذ العفو وجنة، أنا هسه أكو موضوع يعني كله ضروري الأخ يمكن ما انتبه. مثلا تقصد في الوظائف الأخيرة في تربية الذقار كان مخصص العفو خليني أكمل، كان مخصص لهم للذوي الإعاقة 5%. ايش قد تحققت من هاي النسبة؟ أنا أسألك في هذا. نعم. لا فاهم تمام فاهم. هسه احنا راح يتبنى ان شاء الله سيد النائب يتبنى موضوعكم لا حتى اجاوب على سؤاله. احنا اكو في الجزئيه عندنا بها مشكله ما حفظت.
احنا عندنا مشاريع تصلح مشاريع استراتيجيه عملاقه طيب. جدا. نعم. يعني نقدر نسوي مصفى، نقدر نشتغل على المصفى، نقدر ندخل شركات. احنا تدري ابارنا اليوم جاهزه هو جايك جاهزه ومغلقه. نقدر نسوي مدن صناعيه. نعم. بس المدينه الصناعيه يا عزيزي استاذ المهدي، المدينه الصناعيه يراد لها مستثمر. مستثمرين البديقه رجال الاعمال ما يستثمرون. بتعرف انت الوضعيه، يقول لك فلوسي اشغلهم بغير مكان افضل. محافظه غليان وخطر. هو بديقه ما يقدر يستثمر مدن صناعيه. نعم. شلون اقدر اروح اقنع المستثمرين بباقي المحافظات؟ هذا الجنب الاهم. كل اراضينا هسه احنا اليوم عندنا مشاريع لجنه القطاعيه. هاي الاستثمارات اللي ينطونها للدور وهاي المقاطعات وهاي القصه. احنا اليوم بالناصريه وقفت الآلية. نعم. لان جاي يعطون اراضي مناطق عشائريه. طيب. ويجي المستثمر يقص القاع ويريد يشتغل ويريد كذا. واذا انطيك العدد اللي هذا متوقف بسببه عدد مخيف. متوقف يعني متوقف بسبب العشائر. عشائر. نعم. يعني احنا لا عندنا قانون. يعني مراتق عشائر يجوا ياكلوا الطريق ما عنده مشكله. نعم. يلا هذا قاعد خصص لي هذا مجمع وحده سكنيه مثلا تريد تبني. نعم. خصص لي. تريد تسوي مثلا تريد تسوي مصفى، تريد تسوي معمل مال غاز، تريد تسوي بنايه خاصه بوزاره خاصه، انطيني درجتين 3 لابنائنا. بالقانون ما عندنا هيك. يعني بالقانون ما مشرح هذا التشريع. فقط اللي يتبرع لارض ببناء مدرسه اعتقد يعطونه بس بناء درجتين. بس بناء مدرسه وبس. استاذ عباس يقول موجود. استاذ عباس انا اسولف على عشيره، من يجي يقول لك تعال عيل العشيره اكو عدد محدود. خل اقول لك قبل هذا الاسبوع اللي مضى زرت منطقه عشائريه. نعم. هذه المنطقه منطينهم محطه ماء تقريبا 11 قريه. نعم. 11 قريه. فالمحطه الماء منسوب ونسبه ومساحه وكذا صارت بين قاعين. يعني لازم تصير قاع فلان وقاع. نعم. محطة الماء قالوا لهم انتم 2 تعيينات. طيب. فآل فلان يريدون لهم وآل فلان يريدون، ومتوقفة لي هسه. وأمس قابلني الرجل قائم مقام بهذا الخصوص، يقول لي أنت تدخل بها عشائرية لو تجيب للجماعة 2 وتجيب للجماعة 2. فهذه مشكلة الصراحة، مشكلة كلش كبيرة. بس مو معناه احنا راح نتقاعس وما نتحرك. اكو بالقادم اكو مصفى نفط ان شاء الله جاي، موافقاته حصلت وخلصت ان شاء الله. يعني هذا المصفى النفط يمكن يعين لنا ما يقارب بال2000 شخص. احنا مشكلتنا لا نسبتكم ثابته. انا اقول لك احنا بالنسبه لكم